بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا لسه في طلبة قوم أفكارنا، بنقول له يا رب احنا مش قادرين نسيطر على أفكارنا، تعالى انت يا ربي قومها. وهناخد معنى جديد في تقويم الفكر، يعني هنقول له يا ربي ادينا قداسة الفكر. احنا فكرنا يا رب اوقات كده بيجنح لأمور مش حلوة، أمور فيها رغبات وفيها شهوات بتربطنا بالأرض أكتر ما بتخلينا نفكر في السماء. احنا يا رب عاوزين حياة القداسة، وحياة القداسة يعني نقف قدامك ونتكلم معاك، بس احنا فكرنا بيروح يمين وشمال. علشان كده أنا بشكر كنيستي اللي علمتني الصلوات السهمية أو صلاة يسوع، إن أنا طول النهار أرفع قلبي وأقول لك يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني. حتى لو الصلاة دي كده اتقالت في كلمتين، يا رب يسوع ارحمني، أو يا ربي بصلي أنا الخاطي، أو يا رب سامحني، أو يا رب ترأف عليا، هتخلي فكري من كتر التكرار منحسر في الحتة دي. يعني بقى دايما كان على الوش او اول صفحة في الملف بتاع فكري ان انا بتكلم معاك ببساطة من اجل قداسة القلب او من اجل قداسة الفكر، فقاعد اشحت منك واقول لك يا ربي سامحني، يا رب اغفر لي. الصلوات السريعة دي يا جماعة من احلى حاجة ممكن الإنسان يعملها، ما بتاخدش مجهود، مش محتاجة وقت، مش محتاجة مكان، كل اللي محتاجاه إنسان يتدرب إنه يرفع قلبه. وبتساعدنا قوي في الحتة دي إن الإنسان يتخيل فعلا وهو بيتكلم في الطلبات القصيرة إنه واقف قدام المسيح، سواء متخيل عرش الدينونة والمسيح قاعد كده على عرش جميل، أو سواء شايف المسيح معاه في الأوضة كده بيتكلم معاه، أو ساجد تحت رجليه. المهم إن أنا مش هعرف أقدس فكري إلا بإن أنا أصلي صلوات ارتجالية كتيرة قوي. وصل بعض الآباء الرهبان بيصلوا بال3000 وال5000 صلاة في اليوم، لأنها بصراحة بقت في بقهم طول النهار. عقبال يا رب أنا كمان كده ما أمتلك قداسة الفكر، فكرني يا ربي إن أنا أتكلم معاك بالصلوات السريعة. ده تدريب النهاردة، على قد ما تقدر ارفع قلبك وقول يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي. صباح الخير.